أول متدخل السيد الحسن العريبي، وسؤال رقم 443، وليتفضل بطرح سؤاله مشكور. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال موجه للسيد معالي وزير الداخلية المحترم، ويتعلق سؤالنا الشفوي بشريحة تمثل الحجر الأساس في الأمن والاستقرار الوطنيين، ألا وهي شريحة متقاعدي ومسرح الدرك الوطني الذين كانوا ولا يزالون يعملون من أجل القضاء على الجريمة والتهريب والتزوير والتخريب والمرور وما إلى ذلك، وهم بذلك يقدمون خدمة جليلة لنفع العام. وفي كل بلدان العالم معالي الوزير المحترم تتكفل الدولة بمطالب هذه الشريحة عندما يتقاعدون أفرادها، وعندما يسرحون من الخدمة لسبب من الأسباب، أو عندما يقع على بعضهم الحيف والتهميش، ليسوا لأنهم أفضل من غيرهم من الشرائح، ولكن لأنهم يمثلون الواجهة التي تتعرض قبل غيرها للصدمات. لذا كان لزاما على الدولة أن تقابل إحسانهم بإحسان مثله على أضعف الإيمان. لقد تقدموا بطلب إنشاء جمعية وطنية لهم تحت اسم المنظمة الوطنية لقدماء الدرك الوطني، وذلك في 2004، والطلب مسجل لدى وزارتكم تحت رقم 0404 طبقا للقانون وأحكام إنشاء الجمعيات آنذاك 31/90، وخضع الأعضاء المؤسسون للتحقيق من الجهات المخولة، ولم يكن هناك أي رفض لأحد منهم. وعندما عدل هذا القانون بقانون جديد 06/12 المتعلق بالجمعيات، تقدمت الجمعية من جديد بملف جديد مطابق لقانون الجمعيات والشروط المطلوبة، وأودع الأعضاء المؤسسون ملف الاعتماد لدى وزارتكم، وجاءت المراسلة من الوزارة تقول بعدم تسجيل الملف، ولم تعلل السبب ولم تشرح على الأقل سبب هذا الرفض، مخالفة بذلك المادة 10 من قانون 06/12، والمادة التي تقول يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام القانون، علما أن جيراننا الأقارب والأباعد لديهم مثل هذه الجمعيات، وهي بالنسبة إليهم قبلة للاستشارة والاستنارة في حل إشكالات الأمن والجريمة بما عند رجالها من خبرات، إلا نحن في الجزائر نهمل خبرة الخبير وحكمة الكبير ودليل البصير، ونمشي في ظلمات ثلاث. لهذه الأسباب أطرح عليكم الأسئلة التالية: هل هناك ما يخيف وزارتكم المحترمة حتى ترفض اعتماد هذه الجمعية التي خدم رجالها البلاد؟ هل الرفض قانوني أم سياسي؟ لأن القانون كما توضح المادة 10 يوضح أسباب الرفض، والوزارة لم تشرح الأسباب، علما أن هؤلاء كمل سؤال تفضل. علما أن هؤلاء المتقاعدين الشرفاء لا يمارسون السياسة ولا يوسوسوا ولا علاقة لهم بالأحزاب، هل من مصلحة الوزارة أن تعتمد مثل هذه الجمعية وتستفيد من خبرات رجالها، أم تظل تتعمد الرفض والغلق وفي ذلك ما يؤدي إلى الانسداد؟ وأخيرا، ما هي الإجراءات السيد الوزير المحترم والتدابير التي ستتخذونها إزاء هذا المطلب الشرعي لهؤلاء الرجال، وأنتم تمثلون هذه الوزارة، فضلا عن أنكم من الحكماء في تسيير الإدارة؟ هذا ما يعرف عليكم، وشكرا. شكرا سي حسن العريبي، وأحيي الكلمة على معالي السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية ليجيب على مسلسل الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السيد النائب حسن عريبي،
تفضلتم برفع عريضة مؤسسي الجمعية المسماة المنظمة الوطنية لقدماء الدرك التي لم توفق في الحصول على تسجيل الملف لدى المصالح المختصة، وإني أشكركم السيد النائب على الاهتمام الدائم الذي تولونه للشأن العام ولقضايا المواطنين. أود أن أؤكد بهذا الصدد على أن السلطات العمومية تعمل على تعزيز مبادئ مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام الحريات الفردية والجماعية وإشراك المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وهو ما تجسد في الإصلاحات الهامة التي أدرجت من خلال التعديل الدستوري، وتكريسا لمكتسبات المواطن الجزائري في مجال حرية إنشاء الجمعيات. أحال التعديل الدستوري كيفية إنشاء الجمعيات إلى قانون عضوي يضمن ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات بكل حرية، ويشجع ازدهار المجتمع المدني حتى يكون فاعلا أساسيا يربط بين السلطات العمومية والمواطنين من خلال العمل على إشراك كافة الفاعلين، بما فيها الجمعيات بمختلف تصنيفاتها في جميع المجالات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، على اعتبار أن هذه الجمعيات هي عماد المجتمع، وعبرها يتم تثبيت دعائم الديمقراطية والمواطنة. وبهذا الصدد فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهي على وعي تام بهذه الرهانات تثمن مبادرات كافة شرائح المجتمع بدون تمييز، وترحب بأي عمل بناء، لذا فهي تولي أهمية خاصة لتأسيس الجمعيات، وتسهر على احترام الأحكام القانونية الواردة في القانون 1206 المؤرخ في 12 جونفي 2012 والمتضمن قانون الجمعيات، سواء تعلق الأمر بالأجال القانونية لمنح وصولات إيداع ملفات تأسيس الجمعيات أو وصولات تسجيل الجمعيات، وكذا متابعة نشاطات الجمعيات المسجلة. وبهذا الخصوص قامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسجيل أكثر من 1269 جمعية وطنية تنشط في مجالات مختلفة: طبية، علمية، إنسانية، اجتماعية، مهنية وغيرها. كما بلغ عدد الجمعيات المحلية أكثر من 109,000، في حين أن ملفات تأسيس الجمعيات الوطنية المودع سنة 2016 وحدها يقدر ب45,000 جمعية تم الترخيص ل28 منها مقارنة مع سنة 2015، حيث تم إعداد 77 ملف، تم اعتماد 35 جمعية، منها يضاف إليها اعتماد 51 جمعية، حصيلة ملفات سابقة، والبقية هي حاليا محل دراسة واستشارة واسعة تشمل عدة قطاعات وزارية بالنظر إلى خصوصية وحساسية المهام المنوطة لكل منها، من أجل التأكد من احترامها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مختلف المجالات، وكذا الصلاحيات المخولة للدولة والجهات الرسمية الأخرى لتفادي التداخل في الصلاحيات. أعيد: ملفات سابقة تم، والبقية هي حاليا محل دراسة واستشارة واسعة تشمل عدة قطاعات وزارية بالنظر إلى خصوصية وحساسية المهام المنوطة لكل منها، من أجل التأكد من احترامها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مختلف المجالات، وكذا الصلاحيات المخولة للدولة وللجهات الرسمية الأخرى لتفادي التداخل في الصلاحيات. بالنسبة للجمعية المذكورة، فإن دراسة قانونها الأساسي قد أبرزت تناقضا مع أحكام قانون الجمعيات، وتتناول مهام وأهداف متكفل بها من طرف جمعية أخرى
وهي الأسباب التي أدت إلى رفض اعتماد هذه الجمعية. بالإضافة إلى ذلك فإن المبادرين بتأسيس هذه الجمعية قاموا برفع دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض تسليم وتسجيل الجمعية أمام كل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة اللذين صرحا بعدم الاختصاص. تلتها دعوى ثانية أمام الغرفة المجتمعة لمجلس الدولة التي أقرت باختصاص مجلس الدولة في الدعوى الحالية، وعلى الطرف المتضرر رفع الدعوى أمام المجلس من جديد. ويبقى في النهاية حكم العدالة هو الفاصل في هذه القضية. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للسيد الوزير، وأحيل الكلمة إلى السيد أحسن العريبي للتعقيب. تفضل مشكور. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير المحترم. أنا تمنيت بركة من مصالح وزارة الداخلية أن كانت تبين لهؤلاء في بداية الأمر عندما وضعوا ملفهم ولم تجبهم ولم تعلل الأسباب. أما الآن وقد شرحت هذا الموضوع فسنبلغ هؤلاء بأن يعيدوا ملف جديد يتماشى مع القوانين ويكون بعيدا عن التنقلات من الجمعيات الأخرى، ويكون ملفهم إن شاء الله مكتملا. ونأمل هذه المرة من وزارة الداخلية من مصالح الوزارة أن تمنح هؤلاء، لأن هؤلاء رجال الدرك كما يعلم الجميع. في كل بلدان العالم لهم جمعيات، في المغرب، في تونس، في بلجيكا، في فرنسا، وعلى غرار جمعية الشرطة المتقاعدين، على غرار جمعية الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين. هذا ما نتبناه حتى تكون عدل وإنصاف لكل شرائح المجتمع. وشكرا للجميع. سيد الوزير عندكم تعقيب. تفضل. بيت فقط نوضح أمر وتكلم عليه السيد النائب المحترم، وتكلم عن هذه الجمعيات التابعة لمؤسسات رسمية. تكلم على مؤسسة جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي، ومؤسسة دارك الوطني هي تحت لواء مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. إذن هذه الجمعية الأم اللي هي موجودة. باش نوضح فقط هذا الأمر بالنسبة لجمعية الأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. أما جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي هي تشمل كل المؤسسات الأمنية التي تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني. والشكر. لكم على التوضيح هذا الشيء.